مرحبا بكم مجددا على قناة شيوتبة الأندلس. اليوم كنقترح عليكم طريقة سهلة وسريعة باش غادي نحولوا الكاوكاو لعقدة ديال اللوز. يمكن لكم تستعملوه في كبغزال، تستعملوه في حلويات ديال اللوز، تستعملوه في البريواز، وحنا على أبواب رمضان المبارك، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والعافية، فلما ما نقتصدوا شي شوية ونحولوا هاد العقدة ديال الكاوكاو لعقدة ديال اللوز. ومني كتكونوا كتناولوه ولا اللي تناولوا عندكم راه ما غادي تدخلوش أدنى شك أنكم مستعملين العقدة ديال اللوز، لانه كيجي لذيذ بزاف وما تتفرزوش نهائيا على العقده اللي كنصوبوا ديال اللوز. كنتمنى نكون شهيتكم تبقاو معايا باش نشوفوا الوصفه مع بعض. ولهاد الوصفه غادي نحتاجوا الكاوكاو اللي كنشريوه من عند البائعين ديال لوازم الحلويات، كيتباع هكا بلا قشره. هنا عندي 500 غرام. هنايا عندي روح اللوز توا تيتباعوا عند لوازم الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. ثم هنا عندي كيس ديال السكر بنكهه الفانيليا. هنا عندي حامضه ولا ليمونه صغيره. هنايا عندي لافاني اون بودر بحال هكا كتباع. ثم هنا عندي هاد لافاني بحال هكا. انا عطيتكم غادي تختاروا ما بين هذا ولا ما بين هذا اللي عندكم، ماشي مشكل. دابا غادي ندوزو باش نحضروا الوصفه مع بعض. في طنجره صغيره كنديروا الكاوكاو ديالنا، كنزيدوا عليه شويه ديال الماء، منديروش بزاف باش كنغطيوه. ثم كنضيفوا له قشور اولا دوائر ديال الحامض اللي قطعنا، كنضيفوا له الروح ديال اللوز، نديروا له كميه مزيانه، كميه تقريبا ملعقه كبيره ديال روح اللوز. ثم هنا كندير هنايا لافاني، غنخلطوا هادشي هكا مزيان. واحد الريحه منبعثه من هنايا ديال داك روح اللوز اللي درت غزاله. هاد القشور بحال هكا الا جاو في طريقنا زولوهم. ودابا غادي نديرو الطنجره ديالنا فوق عافيه مهيله باش هذا الكاوكاو كيتنسم بالنكهات اللي عطيناه ديال لافاني وديال اللوز، ونعاود نرجع لكم بعد ذلك. هانتوما شوفوا معايا، درنا الكاوكاو ديالنا مع الماء، واحد الريحه راه طالعه منه غزاله. هانتوما غادي تشوفوا ملي غادي تجربوه يعجبكم بزاف، ريحه تعطر الدار. دابا غادي نخليه كيغلي بحال هكا لمده 10 دقائق لا اكثر، وباش منين نديروا له بحال هكذا نجبروه كيتحل دغيا دغيا، باش منين نطحنوه في المطحنه يجي ساهل ويجي يعطينا واحد العجين تكون ملساء. فوالا غادي نخليه كيغلي بحال هكا لمده 10 دقائق ونتلاقى بكم بعد ذلك. الكاوكاو ديالنا بعد ما نزعناه فوق النار تيولي بحال هكا بيض وسهل اننا نكسروه. دابا اش غادي نديرو؟ غادي ندوزو باش نصفيوه. دابا غادي نخليه كيقطر هنايا لمده ديال ربع ساعه، ونديرو في واحد الصحن باش نخليه كينشف مزيان ونقدروا نعاونوه اننا نمسحوه بمنديل غذائي نظيف. ومن بعد داكشي غادي نتلاقى بكم باش نكملوا الوصفه. الكاوكاو ديالنا بعد ما يبس غادي ندوزو دابا باش غادي نوضعوه في الخلاط. نحاولوا اننا نديرو كميه قليله ونشوفوا واش غادي نزيدو ولا لا. ثم غادي نضيفو هنايا السكر بنكهه لافاني، غادي نضيفو السكر بنكهه ماء زهر. هادشي كله باش نعطيو لهاد العقده ديال الكاوكاو الحظوظ كامله باش انها تجينا فيها النسمه او كتشبه المدى كبير العقده ديال اللوز. ثم هنا كندير ملعقه كبيره ديال روح اللوز، وكنوضعو هنايا عندي 250 غرام ديال السكر الخشن او سكر سنيده. بالنسبه ل 500 غرام ديال الكاوكاو تنديروا نص ديالها ديال السكر سنيده. غادي نقوم دابا بطحن الخليط. هانتوما شوفوا معايا كيفاش الكاوكاو كيرجع بعد ما كيتخلط مع السكر. بطبيعه الحال مازال ما طحنا شيء. غادي نضيف الكميه المتبقات ديال الكاوكاو. دابا ظهر لي انه عندي البلاصه، غادي نضيف هذه الكميه اللي بقات، ثم
غادي نضيف لها الكميه المتبقات ديال السكر وغادي نشد، ثم غادي نوضع لا ماشين ديالي غادي نخليها تخدم. هانتوما شوفوا معي كيفاش الكاوكاو ديالنا مع السكر بدا كيكون عقده، ولكن مازال خصنا نزيدو نطحنوه مزيان حتى كنحصلوا على عجينه كتكون متماسكه، كتكون لينه بزاف وكتكون بحال العقده ديال اللوز اللي كنستعملوا في الحلويات. العقده ديال الكاوكاو ديالنا اصبحت جاهزه، شوفوها كي دايره ملساء ومطحونه مزيان. بالنسبه لهاد الكميات اللي عطيتكم فانا حصلت على اكثر من 750 غرام ديال هاد العقده. بالنسبه لي فهاد العقده هذه كنعتبرها كماده خام، ما غنزيد فيها لا مسكه حره لا ما زهر لا زبده لا قرفه حتى شي حاجه، غادي نخليها كما هي ونحتفظ فيها في المجمد اولا في الثلاجه حتى غادي نستعملها، وغادي نزيد فيها المكونات اللي غنحتاجها على حساب الحلوه اللي باش غادي نوجدها. وصلنا النتيجه النهائيه لوصفه اليوم اللي كانت عباره على عقده ديال الكاوكاو، كنديروها بنكهه ديال اللوز كتجي رائعه ولذيذه وما كتفرقوهاش ما بينها وبين العقده ديال اللوز لانها كتجي فعلا منسمه بشكل هائل. كنحضروا بها الكثير من الوصفات كبغزال البريوات، وخاصه وان رمضان على الابواب، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والعافيه. فانتظروني باذن الله، غادي نحضروا مع بعض الكثير من الوصفات الرمضانيه، والى ذلكم الموعد اقول لكم دمتم في رعايه الله.